طب يا جدعان، بما اني لقيت اقبال تاريخي على ان انا انزل فيديوهات على القناه ديت وعلى القناه التانيه كل يوم، يعني المفروض كده في الشهر حوالي 60 فيديو، فانا محتاج دعم رهيب منكم عشان اقدر انزل على القناتين كل يوم، وفي نفس الوقت اللي انت بتشوف في الفيديو دوت نزل فيديو على القناه التانيه اجمل اصوات. عايز اقول لك عزيزي المشاهد ان من اللحظه اللي انت بتشوف فيها الفيديو ديت انا بدات باحتلال اليوتيوب، فيا ريت تيجي، يا ريت تيجي عشان هنحتله مع بعضينا، انا مش هحتله لوحدي. بيقول لك ايد لوحدها ما تسقفش، لكن طول ما انتم معايا وفي ظهري وبتشجعوني وبلاقي منكم تفاعل على القناتين هستمر ان انا انزل فيديوهات يوميا. هسيب لك لينك القناه الثانيه تحت في صندوق الوصف في اول كومنت، وقول لي ايه رايك في التيشيرت الجديد يا عم. يا عم احنا جبنا تيشيرتات جديده يا عم، نايك يابا، بس مش اصلي عشان تبقى فاهم يعني، عشان انا ما بحبش احور. لسه ما اقتنيتش ان انا البس نايك اصلي بصراحه. انا اسف جدا ان انا طولت عليكم. يلا بينا نبدا الفيديو، نبدا مع اول بلوه. يخرب بيتك يا حاجة يعني، والنبي يا حاجة يعني خلي بنتك تلبس الحجاب، بلاش تلبس الحجاب، ما عندناش مانع، ما عندناش مانع والله، بس تستر لحمها اللي باين ده كله، مش كده. انا ادعي ربنا يهدي الام ولا يهدي البنت ولا يهديني انا ولا يهدي مين بالظبط. النهارده رحت شفت حسابي البنكي، اكتشفت ان انا هقدر اعيش مرتاح ماديا اللي باقي من حياتي لو مت يوم الاثنين اللي جاي. ايه؟ يعني معويش حاجه اصلا يوم الاثنين الجاي، يعني كمان يومين معويش حاجه اصلا. ده زي الفل يا اسطى. ده انا في الحاضر وفي الماضي وفي المستقبل، هو ده انا. دينا بزوغ منها؟ لا ما بزوغش. لا افتكري يا استاذه رانيا، الحاجات ديت مهمه، افتكري. عشان عارفه ان كل تمرينه مفيده لجسمي، فلا. يعني ما هربتش من تمرينتك القطنيه قبل كده؟ ها ما انت مش محتاجاها، ما هتحتاجها في ايه تاني؟ لو اتمرنت القطنيه بعد كده تبقى عامله زي سما المصري، انا ماليش دعوه. ما بحاولش ازوغ خالص، بالعكس. شاطره يا استاذه رانيا. يا ريت يا جماعه كلنا نعمل زي الاستاذه رانيا ونشرب اللبن قبل ما ننام ونتمرن تمرينتنا صح، يا ريت. ندى نورتيني، ايه رايك بقى في التاتو؟ التاتو مين يا ايه ده؟ هو ده التاتو؟ ايه ده؟ بص انت خد رايها هي في التاتو، خد رايي انا في الاسود اللي تحت التاتو او اللي فوق التاتو. لو جاي من فوق يبقى من فوق، لو جاي من تحت يبقى على حسب انت جاي منين بالظبط. احلى تاتو عملته ما حسيتش باي وجع، يمكن رقم واحد في مصر. ما انت اكيد مش هتحس بحاجه، تحس بايه يعني؟ ده التاتو في مكان جميل، وبعدين ده مش تاتو على فكره، يعني ده مش وشم، دي حنه. ماشي يا اسطى كملي. نورتيني. نورك يا قمر، نورك يا عسل. انا نفسي الاهالي يلموا لحمهم شويه يا جدعان والله. عايز تخلي البنات تموت عليك وتجري وراك بس مش عارف؟ تعال اقولك تعملها ازاي في 3 خطوات. ايه اسرع شنطتها واجري ولا اعمل ايه؟ حاجه شيكه وانيقه. اول حاجه لازم تعملها تحط مزيل عرق وتحط كلونيا. بجد مزيل عرق بتحطه في وشك؟ لا بجد مزيل عرق بتحط في الوش؟ اصل انا اول مره استخدم الحاجات النضيفه دي، معرفش. البنات هيغمى عليهم من الريحه فعلا. تاني حاجه بقى ودي المهمه جدا، لازم تخلي الاوتفيت بتاعك متناسق. البنات بيحبوا النظام وهتلاقيهم بيجروا وراك. وبصراحه يا اسطى اوتفيت فاجر، اوتفيت انا ما شفتش في اوتفيته قبل كده. الكرافته مع البليزر مع البنطلون، لا بجد يعني بصراحه لا، واو ابهرتني يا جدع، ده انا كنت عايز اجري وراك دلوقتي من حلاوه الاوتفيت اصلا صح. وتعالوا بقى اوريكم اخر حاجه بتجذب انتباه البنات جدا، يعني الساعه. اكيد الساعه. عندنا بقى شنطه جلد طبيعي، البنات بيحبوها قوي، محامي في عصر الستينات ده. دي اللي هتخلي البنات يموتوا عليك فعلا، وده صح. كان احسن اوتفيت تلبسه عشان تخلي البنات كلهم يجروا عليك ويحبوك. يا ماما تعالي اربطي لي الكوتش يا ماما. لا بصراحه اوتفيت فاجر، اوتفيت يعني انا بفكر البس الاوتفيت ده. ايه ده الله مش باللمس، في حاجه اسمها بوج. نداء لابو هشيمه، مش بتحب التايجر؟ اهم نمرين اهم نمرتين اهم. بص يا جدعان، عشان انا اقسم بالله تعبت بجد، عشان بعمل مستحيل عشان اضحكوا. في ناس بتخش تشتمني، فرساله موجهه ليهم لكل شخص بيشتمني في التعليقات وبيشتمني وبيغلط فيا. عندكوا شامبو؟ اللي بعده فوضت امري لصاحب الامر، حسبنا الله ونعم الوكيل. ده شغل يا جدعان وده اكل عيشي. ده بقالنا 15 يوم محدش دعمنا ولا حد سأل فينا. الناس اللي مستعريه من شغلي، طب اعمل ايه؟ الحياه غاليه والدنيا غاليه. انت مالك بالناس ومالك بالحياه؟ انت شغال يا بابا، انت مش بتسرق يا حبيبي، انت شغال يا بابا. ايه يا حاج انت راجل كبير، انا اللي هفهمك. متضايقين او مستعرين مني ليه؟ انا واقف في الشارع بسترزق على الله، حكايتي باكلها بعرق. في زبون؟ طب يا حاج في زبون روح بس مشي الزبون، يلا مين يا اخواتي؟ مش قابل على نفسي ان انا اطلع اشحت ولا مدي ايدي لحد.
ليه مستعرين مني؟ ليه بتخشوا تضايقوني في التعليقات؟ خشوا على اللايف كده يا اخواتي، شوفوا الناس بتكتب ايه. يا عم هم مش عيالك يا عم عشان يستعروا منك ولا يتنيلوا، مش عيالك دول يابا الحاج، يابا الحاج شوف شغلك يابا، الزبون واقف بقاله نص ساعه، شوف شغلك يا حبيبي، شوف شغلك. لا اله الا الله محمد رسول الله، على الله حكايتي والله. يا حبيبي الناس واقفه عايزه تاكل، انا لو واقف دلوقتي وعايز اكل همد ايدي جوه زورك واكل، انا مش هتفرق معايا عادي. لا يا حبيبي والله ما فيش دعم يا ابني. يا عم هو بيقول لك في فينو يا عم انا سامع بيقول لك في فينو، تقول له مفيش دعم. هتاكلنا دعم يا عم الحاج؟ في ايه يا عم الحاج؟ عايزين ندفع سجق دلوقتي، انا عايز اكل سجق، ها انا طالبه معايا اكل سجق دلوقتي، طفحني يابا اعمل لي سندوتشين خلينا نغور في داهيه يلا. مفيش دعم يا حبيبي، محدش دعمني عشان اوزع. توزع ايه يا عم؟ بيعي يا عم، ما توزعش، انت بتوزع، هو بيوزع بجد. كل دول عايزين اكل، كل ده جاي عايز اكل، اعمل ايه؟ اللي مستعر مني يا جدعان مش هقول لك اعمل زيي، بس سيبني في حالي. الله يهديك. هو بيبيع ولا بيوزع؟ عشان انا مش فاهم. بص انت لو بتوزع لله كده ربنا يحفظك وربنا يحميك وكمل واستمر، مالكش دعوه باي حد. اما لو بتبيع فانا جعان يا عم انت، خلاص بقى. انا عندي ليك خبر، انا بشتغل رقاصه بلدي. باين والله باين ان حضرتك رقاصه بلدي. كملي. بلدي بلدي ولا نص؟ لا بلدي على 1.5. لا افرنجي، ترقص افرنجي. رساله لاختي وعيال اختي، ما اشوفش حد في الشقه عندنا تاني. انا بضم صوتي لصوتك يا اسطى عشان اللي بيحصل فيها ده مرضيش ربنا. ايه اللي حصل؟ بصوا ينفع كده؟ بصوا البتاع مخلوعه ازاي؟ بس ده اللي مضايقك؟ ده بس اللي مضايقك؟ انا اخر مره ابن اختي جه عندي كسر لي شاشه ب 11000 جنيه وعادي شغال عليها عادي، مفيش اي حاجه. اي نعم مش شايف حاجه بس شغال. عادي. انت زعلان على هيدفون ب 35 جنيه؟ انت بتقول ايه؟ يعني لما اخلع ودان ابنك دلوقتي مش هتزعلي؟ هتزعل، بس هو خلع ودانك؟ يعني هو خلع ودانك ولا خلع ودان السماعه؟ على كده اللي كسر لي الشاشه دوت اعمل فيه ايه؟ اروح اكسر له وشه واركب له سكرينه؟ ما انا مش فاهم. هتزعلي تمام، ولما افضحك دلوقتي واقول للناس كلها اللي بيحصل. لا اهدى يا مجنون دختك، اهدى يا متهور دختك. مش هتزعلي؟ هتزعلي. اتفلقي بقى. طب هتقول ايه؟ طب ما تقول يا تقولي يا افتح اختك يلا، يا تقولي يا افتح اختك يلا، افضحها قدامنا يلا يا ابدي. الواد عشمني ان هو يفضح اخته وما فضحهاش. هاي يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يلا نقفل الفيديو يا جدعان، يلا نقفل الفيديو. بس هي بتقول لك فيديو مهم جدا. طب انا عايز اشوف الاهميه، وريني الاهميه بقى، وريني الاهميه يا يارا يلا. النهارده جاي اكلمكم عن موضوع مهم، فبليز يا ريت تكملوا الفيديو للاخر. حاضر. انا جاي اكلمكم عن التنمر وهقول لكم تجربتي انا. انا اسف يا يارا، انا اسف. كملي اتفضلي. مع التنمر. بصوا يا شباب، اسوأ حاجه في العالم ان شخص يتنمر على حد او شخص يتريق عليه في حاجه هو ملوش ايد فيها. صح كلنا ضد الحاجه ديت، تمام معاكي. مثلا زي خلقه ربنا، ممكن نروح لشخص عنده مثلا عيب سواء في شخصيته سواء في جسمه سواء في شكله، نقعد نتنمر على الشخص ده حتى لو بهزار، نكون قاعدين في قاعده فالعب بس ده رفيع قوي، ايه ده تخين قوي. الكلام ده بيوجع. صح انت عندك حق، والكلام ده فعلا بيوجع، بس يوجع البني ادمين اللي عندهم دم، عشان انت اصلا بتطلعي تتنمري على نفسك. يعني انت بتطلعي تتنمري على نفسك، فعلى ما اعتقد يعني الكلام ده مش هيفرق معاك عادي. لو فاكرين ان الكلام ده ما بيفرقش مع الشخص، بالعكس انت ما تعرفش الشخص ده قبل ما بيجي بينام بيفكر في ايه. يمكن الكلمه دي توجعه، صح، يمكن الكلمه دي تخلي البني ادم ده ما يقدرش يكمل حياته بسبب كلمه من شخص. هتقولي انت بتأفوري يا يارا؟ لا انا ما بأفورش. لا ما بتأفورش فعلا وعندها حق. كملي. انا عن نفسي اول ظهوري على السوشيال ميديا طبعا كلكم انتقدتوني، واللي كان بيضايقني حاجه واحده، ان انتوا ما بتنتقدوش المحتوى. هو فين المحتوى؟ انت نفسك محتوى، يعني فين بقى المحتوى؟ انت نفسك محتوى، انت عملتي نفسك محتوى، مش انت نفسك ان احنا نتريق عليك يعني تبقى محتوى. لا انت عملتي نفسك محتوى، استغلتي كل حاجه في نفسك كده عشان تعملي منها محتوى، وجوزك برضو استغلك نفس الاستغلال، فبالتالي مفيش محتوى. فاحنا لما نعوز ننتقد هننتقدك انت، ما هو مفيش محتوى، هننتقد ايه؟ كل اللي بنقوله بطلي اللي انت بتعمليه. يعني انا اعرف ان انت صوتك حلو، سمعتك قبل كده بتغني في لايف صوتك جميل، طب ما تغني، ادرسي وغني. في ايه يعني؟ عندك موهبه، ربنا مديكي موهبه تطلعي بيها تظهري بيها للناس، ليه تطلعي تظهري بهبل وعبط انت اللي بتعملي في نفسك كده. انتوا بتتريقوا على شكلي، بتتريقوا على جسمي،
بغض النظر ان انا شايفه نفسي زي القمر. دي النسيبه بقى وده الوجع الدماغ. لا والله فعلا زي القمر يا جدعان، هي مش وحشه، بس هي بتتريق على نفسها، هي بتترول على نفسها، فاحنا هنلاقي حاجه نترول عليها؟ مش هنلاقي، هي نفسها بس، هي دي القصه كلها. وعمري ابدا في حياتي ما ثقتي في نفسي هتتهز. لكن لو كان بنت غيري استقبلت كل الانتقادات دي والتريقه، وتحطوا صوري جنب مش عارف ايه، وتتريقوا عليا وتتريقوا على جسمي وتتريقوا على شكلي وعلى وشي، انا لو حد مكاني تاني كان عادي جدا انه ينتحر. ماشي، انت بتقولي ان انت قويه وان انت قادره وقد التحدي والمواجهه والكلام الجميل ده كله، ماشي تمام. ما هو مش كل الناس واثقه في نفسها. صح. مش كل الناس كلام غيرها ما بيأثرش فيها. صح. بالعكس، ليه توصلوا بني ادم انه ينام على المخده وهو معيط؟ ليه؟ ما اكدبش عليكم ان انا الكلام كان بيوجعني. ايه ده في دم، في احساس بجد والله، هو طلع في احساس، امال ايه؟ ويعني لدرجه ان انا بقيت ان انا رحت في مره لجوزي بقول له وانا وحشه، قال لي لا. قلت له كل الناس بتتريق على شكلي، يعني انا وحشه؟ قال لي لا. فليه اصلا توصلوا الشخص انه يوصل للمرحله انه يسال نفسه هو انا وحش؟ هو انا متحبش؟ هو انا ايه العيب فيا؟ ربنا اللي خلقني كده، ربنا اللي خلقني كده. يمكن خلقك كده ازاي؟ معلش، هو انت فيكي ايه مختلف؟ رفيعه بايدك تقدري تتخني عادي، مفيهاش حاجه. ايه بقى ايه اللي ربنا خلقك؟ ايه ده؟ هي بتقولي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ ربنا خلقك ناقصه رجل ناقصه عين، دي خلقه ربنا. لكن بين ادم رفيعه ما فيها ايه؟ ما تتخني يا ماما، عايزه تتخني حبيبتي، عاجبك جسمك كده خلاص خليكي كده، لكن مش ربنا خلقك كده. انت ربنا خلقك كده ديت البني ادم اللي ربنا خلقه كده بيبقى فيه عيب خلقي، فاهمك كده؟ عيب خلقي ربنا خلقه بيه، لكن انت ربنا خلقك ما انت زي الفل اهو، بسم الله ما شاء الله عليكي، مالك؟ يكون محتواي كان مستفز، اوكي. لا هو مش كان مستفز، هو فضل مستفز وما زال مستفز وهيفضل مستفز، عشان انت ما بتعرفيش تعملي حاجه غير كده، مع ان ربنا مديكي موهبه بس مش عايز تستغليها. لكن انا شايفه نفسي ان انا لما غيرت في المحتوى فين برضو بلاقي انتقادات. فين غيرت المحتوى؟ ايه ده؟ طيب انتوا عايزين ايه؟ ما هو انا هنا يعني انا عايزاكم تحبوني لان انا بحبكم، مش عايزه الكلمتين عبط بيتقالوا في اي حاجه. انت اصلا ما تعرفيناش عشان تحبينا، تعرفينا منين؟ ما تعرفيناش، بتشوفي 3 4 في الكومنتات بيقولوا لك عاش، هم دول بتحفظي اساميهم بس زي ما اي حد ما بيعمل. يكون في كره، تشوفوني على الاكسبلور وانتوا بتقلبوا تقولوا ايه القرف ده، لا اقلبها. طب ما ده الطبيعي يا بنتي، في ناس بتحب وفي ناس بتكره، مش هنمشي العالم كله على مزاجنا احنا حضرتك يا يارا. في ايه يا يارا؟ لا بالعكس، انا نفسي تسمعوني، تشوفوني، تكلموني. انتوا ما حدش فيكم ابدا يعرف شخصيتي، ما تعرفوش انا في الحقيقه بتعامل ازاي، ما تعرفوش انا في بيتي ولا مع اهلي ولا مع الناس اللي ما اعرفهاش بتعامل ازاي. انا ابسط بني ادم في الكون. لا مش باين بصراحه، يعني مش باين، يعني هو اللي باين قدامنا ان انت انسانه صوتك عالي على طول الوقت، انسانه مجنونه مهيبره بتحب تعمل كل حاجه، عايزه فلوس، فبس ده اللي باين قدامنا. لكن ان انت بقى متواضعه لا ده مش يمكن اقل منكم كلكم، متواضعه كمان. لكن فيا ميزه واحده، انه قلبي ابيض، ما بحقدش، ما بتريقش، ما بتنمرش، ما ببصش في رزق حد، دايما مبسوطه وفرحانه. عندي دايما طاقه ايجابيه اقدر اديها للشخص اللي قدامي. فبليز بلاش التنمر. انا بضم صوتي لصوتك وبقول برضو بلاش التنمر، لا للتنمر. بلاش تيجوا على شخص ضعيف الشخصيه وتكسروه بكلمه تهدوه. كلمه من بني ادم تهد وكلمه تانية ترفع، والله العظيم. فبلاش بليز، انا ولا شيخه ولا انا جايه اديكم نصايح، بس دي كلمه لوجه الله، يا ريت انكم تمشوا عليها. شفنا كتير قوي ناس طلعت على السوشيال ميديا بعدها بفتره انتحروا. ليه؟ بسبب الانتقادات. عشان عبط، عشان عاش كافر ومات كافر. ما بتبقاش اسمها كده، مش بسبب الانتقادات، مش بسبب حد. انت ربنا خلقك في الوقت دوت وهياخدك في الوقت دوت، انت ليه تنهي حياتك بايدك؟ مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها ده عبط وقله دين، في حاجه اسمها كده.
بسبب الكومنتس السلبيه. كومنتس السلبيه؟ حتى بتتكلمي جد بتقول كومنتس السلبيه؟ الكومنتس السلبيه ديت ما تشوفهاش، ما تخشيش على الكومنتات يا شيخ. لو هي ديت اللي هتخليكي تعملي كده في نفسك ما تخشيش على الكومنتات، وخليكي زي ما انت وعيشي واستمتعي، واحنا بنستمتع والدنيا حلوه، او بالله ما تقدر نشتغل بيها. في الاخر لما الشخص ده بينتحر بتيجي تقولوا ليه ده كان طيب، بتفتكروا بتاخدوا بالكم ان الشخص ده كان طيب. يا ست احنا اسفين، انا مش هقدر اكمل الفيديو بصراحه عشان هي بتقول كلام هي مش فاهماه اصلا. فبس انا كده خلصت فيديو النهارده. يا ريت تروح تشوف الفيديو اللي نزل على القناه الثانيه، ويا ريت اشوف الدعم بتاعكم عشان خلاص زي ما قلت لكم احنا هنحتل اليوتيوب. وبس للاسف كده انا وصلت نهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تحط لايك للفيديو دوت عشان نوصل اكبر عدد من الناس. وطبعا لو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده اشوفكم فيديو جديد اللي هو قريب ان شاء الله. سلام. بقى الامكانيات بدات اتعب وادور واعمل افكار جديده، دايما على طول بدور على اللي يفرح قلوبكم ويخلي الضحكه تنور الدنيا كلها. جيش الكابو دوسوا لايك.